السلام عليكم طلاب الصف الاول والثاني الثانوي، حبايبنا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وعافيه وسلام، كل سنه وانتم طيبين، ويا رب السنه دي تبقى خير وسعاده ونجاح عليكم ان شاء الله. النهارده واخيرا هنعلن عن تفاصيل بدايه الترم لدفعه 2025. حبيب قلبي احنا مش متاخرين عليكم ولا حاجه، ولكن كان الموضوع ان احنا كنا مستنيين المنهج ينزل الاساسي، فبعد ما الوزاره التربيه والتعليم اقرت المنهج خلاص والمنهج بقى معانا في ايدينا وتمام، مفيش اي تعديلات عن السنه اللي فاتت، هو نفس منهج سيادتك، فكان لازم نبدا نعلن تفاصيل البدايه. طب يا مستر ايه التفاصيل؟ وهل هنلحق نخلص ولا لا؟ وهل هيبقى عندنا وقت مراجعات؟ تعالى اجاوبك على كل حاجه انت عايز تعرفها. خليني الاول يا صديقي اقول لك في البدايه ان احنا شغلنا هيمشي ازاي. لازم تبقى انت عارف بس معلومه ان انت سواء كنت في اولى او في ثانيه فاحنا شغلنا مختلف شويه. بمعنى يعني يا صديقي انا راجل هاخدك كده سواء انت في اولى ثانوي او ثانيه ثانوي، فانت لازم تبدا تتاسس لمنهج ثالثه ثانوي. هتقول لي يا مستر بس انا اصلا لو طالب ثانيه ثانوي الدنيا هتبقى تمام عشان انا داخل ادبي، اما انا يا مستر في اولى ثانوي داخل علمي. صديقي لازم تبقى انت فاهم ان في ثانيه ثانوي السنه اللي جايه انت عندك تاريخ، يعني سواء انت دخلت علمي او ادبي فانت برضه في ثانيه ثانوي عندك تاريخ، وده بعد قرارات الوزاره في 2025. لازم تبقى انت فاهم كمان ان طالما ممكن يديلك السنه الجايه اللي هو ثانيه ثانوي عشان انت طالب اولى معاك تاريخ السنه دي، وهتيجي السنه الجايه حتى لو دخلت علمي تاخد تاريخ، فمن المتوقع ان السنه اللي بعدها في 2027 في ثالثه ثانوي حتى لو دخلت علمي يديلك تاريخ. لان يا شباب القرارات اللي بدات تطلع مبينه جدا ان الدوله بتحاول تحافظ على الهويه، وهي فكره اللغه وفكره التاريخ. والتاريخ بتاع سعادتك هو ازاي بدات الناس تتداول ان ازاي طالب علمي لحد دلوقتي ما يعرفش حاجه عن تاريخ بلده وما يعرفش حاجه عن معظم الانجازات اللي بتحصل في البلد، وده بيتم دراسته ان حتى الماده دي هتبقى سواء لعلمي او ادبي. ده ممكن من المتوقع ان يبقى موجود كمان في ثالثه ثانوي، فعشان كده حضرتك تبقى فاهم ان التاريخ هو متواجد معاك في السنين اللي جايه، فسواء كنت طالب اولى او طالب ثانيه فانت محتاج تتاسس صح، وده اللي مخلينا السنه دي ان احنا نيجي ونبدا نجهز لحضرتك حاجه محترمه جدا جدا. ولكن تبقى انت فاهم ان احنا شغلنا هنعمل لك كل حاجه تبسطك، بس في نفس الوقت انا هاسسك هتشتغل صح، مش مجرد ان انا هلخص معاك الدرس ويلا يا حبيب قلبي بسرعه علشان خاطر ده الحكايه ودي القصه ودي الروايه. لا، هعلمك شغل جديد جدا هيبدا على الاقل لو انت بعد كده دخلت علمي في ثالثه مثلا وما عندكش تاريخ، ولكن صدقني انا هبدا اشتغل معاك على شغل يبدا يرفع مستوى تفكيرك ومستوى قدراتك، فده هيفرق معاك اصلا في كذا مرحله تانية في الثانويه العامه. وعشان كده قلت لك احنا شغلنا هيكون مختلف شويه. طيب محضرين لك ايه؟ محضرين لك حاجات كتير جدا، بس تبقى انت فاهم ان شاء الله الموضوع بيحتاج اجتهاد مننا واجتهاد منك، وغير كده هتلاقي الدنيا بالنسبه لك تمام. طب يا مستر هو احنا اصلا عندنا في اولى كام درس وثانيه كام درس؟ هحكي لك كل حاجه، ولكن تعال نجاوب على السؤال الاولاني. حضرتك يا مستر هتبدا امتى؟ البدايه يا صديقي هتبقى يوم الاحد القادم يوم 22/9، هينزل لك اول فيديو سواء انا طالب اولى او طالب ثاني. اول فيديو ده هيكون فيديو شرح، وباذن الله يوم الخميس هينزل لك فيديو واجب. فيديو الواجب ده انت في الاول بتستلم حضرتك الشرح بتاعك ومعاه واجب او معاه مجموعه من الاسئله بنحلها اثناء الايه؟ اثناء المحاضره، ومعاه واجب PDF بينزل لسيادتك علشان حضرتك تبدا في الوقت ده تعمله. وعلى يوم الخميس باذن الله بعد ما حضرتك ذاكرت وخلصت على حسب ما الوقت والمحاضره نزلت، حضرتك بتبدا ان انت في الوقت ده تتفرج على فيديو تصحيح الواجب وتبدا تصحح الواجب بتاعك. ده مش بس كده، ده كمان احنا هنعمل لك الواجب على المنصه عشان تسلمه، لان احنا هنعمل لك متابعه للطالب اللي ما بيعملش الواجب بتاعه. لا ده احنا موفرين لك متابعه كمان ان واجبك لازم تعمله وتسلمه على المنصه، يعني مش مجرد ان انا هنزل لك ملف PDF واقول لك حل في البيت لوحدك، لا يا صديقي، في واجب وفي متابعه. كمان هيبدا بعد كده يوم الخميس ينزل لك فيديو تصحيح الواجب عشان تعرف الاجابات بتاعتك، وبعد كده باذن الله بينزل لك امتحان على كل درس، وبتبدا كمان ينزل لك فيديو للحل. غير الموضوع على فترات هنبدا نعمل لك لايف مع المدرسين ولايف معانا كمان علشان خاطر في وقت من الاوقات لو انت عندك اي اسئله نقدر نجاوبك عليها. طب يا مستر بالنسبه للكتب، بص يا صديقي لو انت عايز تجيب كتاب خارجي فانت هات كتاب خارجي، وانا ممكن ارشح لك افضل كتب موجوده في السوق، ودي هتكلم عليها في وقت تاني. طب حضرتك يا مستر هتبدا تعمل لنا كتاب الترم الاول؟ لا، سواء اولى او ثاني، لان الوقت ما كانش هيسعنا ان احنا نقدر نطبع لك كتب، غير ان احنا قلنا لك ان كان في تعديلات
وهي لم تقر، وعشان كده موضوع الكتاب ده هيتاخر وهيبدا ياخر عليك. وعشان كده يا عم المنهج كامل ملازمنا هتنزل لسيادتك PDF سواء شرح او حل. سيادتك عايز تبدا تذاكر منها وكمان تطبعها تمام، مش عايز وعايز حضرتك معاك كتاب خارجي يبقى مع الكتاب بتاعنا والملازم بتاعتنا وتذاكر من الملازم بتاعتنا موجوده، لو في نواتج تعلم فيها حضرتك تبدا تكتبها برضو تمام. اي حاجه تبقى متاحه، ولكن تبقى انت فاهم ان شغلنا كله هينزل لك PDF مجانا على المنصه سواء شغل اولى او شغل ثانيه. طيب يا صديقي، اما بالترم الثاني باذن الله ربنا يكرمنا هنكون مجهزين لك كتاب باذن الله تعالى ويكون متوفر فيه كل حاجه. وبالاضافه لو انت عايز تشتري كتاب تذاكر منه فانا هقول لك برضو ايه افضل الكتب الخارجيه اللي ممكن تجيبها، ودي كمان ممكن نشتغل منها علشان خاطر نبدا نعمل لك مراجعات من خلالها. طب تعالى بقى يا صديقي كده معايا وقول لي يا مستر هو انا هخلص امتى؟ تعالى اقول لك يا صديقي ان انت في اولى ثانوي عندك 9 دروس، اما ثانيه ثانوي فانت عندك 8 دروس، فهي المحاضره درس، فانت بتتكلم ان انت هتخلص منهجك اصلا في شهرين، وفي نفس الوقت هيبقى عندنا وقت للمراجعات. فعشان كده مش عايزك تقلق، احنا عاملين شغل محترم ومظبطين لك الدنيا كلها. طب يا مستر هشترك ازاي وحضرتك هتبقى متواجد في انهي منصه؟ بص يا صديقي، المنصه اللي احنا متواجدين عليها هي منصه مستر احمد عادل كلام مؤرخين، دي منصتنا الخاصه ومش متواجدين غير على المنصه دي بس. طب حضرتك دلوقتي هتبدا تبحث على جوجل وتكتب منصه مستر احمد عادل، هيجي لك اول واحده هنا هتبدا تدخلها، هتدوس هتدخل عليها هيجي لك المنصه هتبقى سلسه جدا وجميله وهتقدر تتعامل معاها ومفيش اي مشكله. حضرتك اول ما هتوصل كده للمنصه وتفتحها هيجي لك نفس الشكل ده تمام. طبعا انت المفروض لو مش عامل حساب فحضرتك هننزل لك فيديو ازاي تسجل حساب، لو دوست هنا انضم لعيلتنا فحضرتك هتبقى واحد من المؤرخين الصغيرين الجمال وتقدر تعمل الاكونت، واحنا هننزل لك كمان فيديو ازاي تسجل على المنصه عشان برضو الدنيا تبقى تمام، غير ان احنا هنوفر لك جروبات وهنبدا كمان في الوقت ده ان احنا يبقى في دعم ومتابعه معاك اول باول، ده غير المتابعه اللي هنوفرها مع ولي الامر علشان خاطر انت كده كده لازم تسجل رقم ولي امرك لان انت صغير وهتلعب لوحدك فما ينفعش، فلازم يبقى فيه متابعه. تعال بقى يا صديقي ابدا افهمك حاجه. حضرتك اول ما تخش على المنصه هيجي لك شويه حاجات جميله كده تقراها، هتبدا ان هي يعني كنوع من انواع التحفيز، وزي ما قلت لك هتبدا كده. اول حاجه لازم تحدد السنه الدراسيه اللي حضرتك منها، لان انت عندك اولى وثانيه وثالثه، فاول لو انت من طلاب الصف الاول الثانوي فانت هتدوس عندك هنا اللي هو اولى ثانوي خلاص. فانا دوست هنا كده اولى ثانوي، فتحت معايا من الاول اهي، هرجع تاني تمام. هيجي لي عند حضرتك اشتراكين، اشتراك الشهر واشتراك الترم. مستر الترم ده من غير المراجعات ولا بالمراجعات؟ بالمراجعات يا عم. في اشتراكين والله حضرتك لو انت عايز تشترك اشتراك شهر بشهر فانت احنا هناخد في الترم 3 شهور، فحضرتك هتبدا تشترك اشتراك الشهر، اشتراك الشهر عامل 100 جنيه تمام. اما لو حضرتك حابب ان انت تشترك في اشتراك الترم كامل بالمراجعات فده حضرتك بتاخد عليه تخفيض بيوصل بنسبه كبيره جدا معديه اكتر من 25%. ليه؟ لان سيادتك بتاخد الكورس الكامل الثلاث شهور بالمراجعات بليالي الامتحان بكل حاجه بالملازم ب 220 بس، يعني انت تقريبا موفر 80 جنيه لو انت بدل الثلاث شهور ده غير ليالي الامتحان. فطبعا لا، انت لو اشتركت في ده فده هيبقى انت عامل لك خصم كبير جدا، وده هيبقى هدايا لكل الطلبه وحبايبنا. طيب ايه تاني يا مستر؟ لو انت حضرتك هتبدا تدوس الاشتراك في الكورس وهيبدا بعد كده حضرتك هتدخل للكورس وهتاخد الكود وتبدا تفعله، ودي طبعا هنسيبك بقى مع الدعم يبدا يوريك الفيديو اللي هينزل في الديسكريبشن تحت او في الكومنتات ان هو بيقول لك من الاخر ازاي تسجل وازاي تفعل، بس انا حبيت افهمك اللي متواجد. طيب في حاجه ثانيه يا صديقي، لو انت من طلبه ثانيه ثانوي فانت هتدوس الصف الثاني الثانوي ونفس الكلام، هتروح هناك كده هتلاقي عندك نفس الباكج برضو بنفس السعر 220 الاشتراك الترم كامل بالمراجعات. كمان في عندك اشتراك الشهر واحد لو انت عايز تشترك الشهر واحد وده ب 100 جنيه عادي. فطبعا انت شوف الافضل بالنسبه لك واعمله، ده موجود وده موجود، ولكن انا طبعا برشح لك ده علشان خاطر لو انت حابب توفر معاك فانت معاك اشتراك الشهر كامل بمراجعات ليالي الامتحان كمان. فده يا صديقي التفاصيل بتاعت اولى وثانيه لو انت حابب تشترك معانا. طب يا مستر بعد اذن حضرتك البدايه بالظبط زي ما انت قلت لنا امتى؟ هاكد عليك يا عم، يوم الاحد يا صديقي، يوم 22/9 دي بدايتنا. هنخلص طبعا وزي ما اتفقنا ان كل 3 دروس او كل درسين على حسب المنهج اللي احنا شغالين عليه في اولى او ثانيه، وهننزل لك مراجعه كامله تاني، والمراجعه دي هنبدا نظبط لك فيها متابعه من اول وجديد. فاحنا كده كده معاك
اول باول. واخيرا يا صديقي، لو انت حابب تشترك معانا فهتتواصل على الارقام اللي هتظهر لك على الشاشه دلوقتي، ودي ارقام الدعم بتاعتنا. هتقدر تقول لهم انا بس عايز احجز مع مستر احمد عادل، وحضرتك هتقول لهم السنه بتاعتك، هيدخلوك الجروب بتاعنا، وفي نفس الوقت حضرتك هيبعتوا لك طريقه التسجيل وطريقه الدخول وطريقه الاشتراك، فكل حاجه هتبقى معاك. ما تنساش ان احنا اول باول معاك. نسيت اقول لك ان احنا زي ما قلنا هيبقى في متابعه مع ولي الامر، لان في تحفيز لطلبه اولى وثانيه وهدايا هنعلن عنها ان شاء الله مع حضرتك امتحاناتك، ومع كمان المتابعه بتاعتك وتسليم الواجب. اشوفوا وشكوا على خير ان شاء الله في اول محاضره. مستنيكم يا شباب، وما تنساش ان انت لازم تبقى من المؤرخين، عشان كده مستنيك على منصتنا مستر احمد عادل كلام مؤرخين. السلام عليكم.